السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضروا البغرير أو القطايف بالنسبة لدول أخرين اللي كيجي ناجح 100%. إلا تبعتي الوصفة كما هي ما يمكنش ما يصدقش لك. غادي نحضروا إن شاء الله وصفات أخرين باستعمال البغرير. بلا ما نطول لكم نخليكم مع طريقة التحضير والمقادير، وما تنساوش كيف ما العادة إلا عجبكم الوصفات اللي كندير، عجبكم محتوى ديال القناة، دعموني بلايك سبسكرايب والضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. بالنسبة للمكونات عندنا معلقة صغيرة ديال السكر، معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة كبيرة خميرة ديال الدار، 2 خمارات، كاس ديال الماء دافئ وكاس ديال الدقيق، و3 الكيسان ديال السميدة وماء. بالنسبة للمكونات غنخليهم لكم في صندوق الوصف. كناخدو كاس ديال الماء الدافئ اللي كان عندنا، كنزيدو ليه خميره ديال الدار والسكر، كنخلطو مزيان حتى كيتجانس الخليط، كنخليه واحد 2 دقائق. كناخدو السميده اللي عندنا، كنزيدو ليها الدقيق يكون مغربل طبعا، كنزيدو الملحه، من بعد ما كنخلطوا المكونات كنزيدو ليهم داك الكاس اللي درنا فيه الخميره. نفس الكاس غادي نعبر 2 كيسان ديال الماء، نخلطوا المكونات، كنخلطوا الماء مع المكونات اللي عندنا حتى كيولي بهذا الشكل. عاد كنزيدو باقي الماء، كنزيدو 3 الكيسان باش يكون المجموع ديال الكيسان ديال الماء اللي استعملنا هما 5 بالكاس اللي استعملنا في الخميره. صافي كنضربوا شويه بالطراب اليدوي، من بعد كنستعملوا الطراب الكهربائي او الطحانه ديالنا او اي حاجه متوفره عندنا. من بعد ما كنطحنوا الخليط ديالنا مزيان، ضروري خاص يتطحن مزيان، كنزيدوا ليه الخمارات ديالنا، وهاد المره كنضربوا غير بالطراب اليدوي فقط. من بعد ما كنكملو كنغطيو الخليط ديالنا باش نخليوه يخمر، كياخد لينا من 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه. من الاحسن نغطيوه مزيان باش ما ياخدش لينا الوقت، وعلى حسب الجو الا كان الجو بارد يقدر ياخد وقت اكثر. صافي الخليط ديالنا خمر كيف ما كتشوفوا، ولا خفيف من الفوق، دار دوك الفقاعات. بالنسبه للطياب كنطيبوا البغرير ديالنا عادي، هي منين كنكبوه كنسيحوه بهذه الطريقه باش يجينا خفيف وما يجيش غليظ. بالنسبه للناس اللي كيعجبهم البغرير غليظ يقدروا يخليوه. بالنسبه للنار كنخدم بالنار متوسطه. كيف ما كيبان لكم في الصوره البغرير ناجح 100%. وصافي كنكملوا البغرير ديالنا بهذه الطريقه.
كملنا البغرير ديالنا. كيف ما تبعتوا معايا ما درتش معكم غير وحده، درت معكم بزاف باش تاكدوا ان البغرير ديالنا ناجح 100%. هذه اول وصفه غادي نستعمل بالبغرير ديالنا. بالنسبه للمكونات عندنا خيزو او الجزر، زيتون مقطع، جبن، اي جبن متوفر عندنا، موتزاريلا، جبن مثلثات، والطون، مطيشه اولا الزيت. كنحكوا الخيزو، كنزيدوا ليه معلقه ديال زيت نباتيه، كنزيدوا ليه الزيتون مقطع، شويه د الملحه، وكنديروه يطيب فوق البوطه. صافي منين كيطيب كنقدروا نزيدوا ليه الطون. كنزيدوش كامل على حسب الكميه، الا كانت عندكم كميه قليله بحال هذه، انا درت تقريبا 3 المعالق صغار. كنزيد الجبن، صافي الحشوه ديالي واجده، ما كنزيد عليها حتى شي حاجه. كنبدا نعمر البغرير ديالي ولا القطايف. بالنسبه للطريقه كيف ما كتشوفوا في الصوره سهله. كنعمروهم من الوسط وكنضغطوا عليهم من الجناب. خاصنا نضغطوا عليهم مزيان باش ما يتفتحوش مع الفران. من الاحسن البغرير نكونوا يلا حضرناه باش تسهل علينا هاد العمليه. من بعد هذه المرحله نقدروا سواء نقليوهم في الزيت او ندخلوهم في الفران. انا كنفضل انا ندخلوهم الفران، كندهنوهم بشويه ديال الزيت او الزبده اللي متوفر عندكم. انا هنا كندهنوهم بالزبده. يمكن تدهنوا الزبده من 2 جوايه، هي خاص طيبوهم من التحت وعاد طيبوهم من الفوق حتى يتحمروا من 2 جوايه. بالنسبه للناس اللي غيديروا في حالي يكفي يطيبوهم من الفوق حتى يتحمروا حتى يوليو مقرمشين. وصافي هذه الوصفه ديالنا الاولى. بالنسبه للوصفه الثانيه غنديروا البغرير بطريقه اخرى وبحشوه واحده اخرى اللي غادي نحتاجوا فيها بطاطا مسلوقه، نقطعوها بهذا الشكل مكعبات وغادي نسلقوها وكندسوها باش تجينا سهله باش نعمروا بها. منين كتولي عندنا على شكل عجين كنزيدوا ليها الجبن اللي متوفر عندنا. نقدروا نستعملوا غير جبن المثلثات حتى هو كيجي زوين. كنزيدوا الملحه وصافي كنخلطوا المكونات ديالنا. بالنسبه للطريقه فراه بسيطه كيف ما كتشوفوا في الصوره. كنضغطوا على الجوانب من 3 ديال الجهات
كاضافه نقدروا نزيدوا فرماج ديال الساندويتش. هو الشكل ديالهم هكا بوحدو زوين، ولكن هاد الاضافه كتعطيه شكل احسن. من بعد كندهنوهم بشويه ديال الزبده، ومن بعد كنزيد عليهم زيتون مقطع كحل كيعطيهم منظر اللي زوين. وهذا الشكل النهائي ديال الوصفات اللي درنا. هذا البقرير بالطريقه التقليديه اللي كنحطوه مع العسل اولا مع زيت الزيتون. هادو القطايف اللي زينتهم انا بالورد كيف ما كتشوفوا كيجيو مقرمشين. بالنسبه للون هذا هو اللون ديالهم، ما تخليهمش يتحمروا اكثر من هكا. بالنسبه للتزيين يمكن تزينوا باي حاجه بغيتو، باي حاجه متوفره عندكم في البيت. وهذه الوصفه الثانيه اللي حضرنا، كيف ما كتشوفوا كيجي الشكل ديالهم زوين بزاف. حتى الحشوه انا كتعجبني هاد الحشوه بزاف، كتجي بنينه وكتجي خفيفه. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال الوصفات اللي حضرنا اليوم، وبالصحه وبالراحه. وما تنساوش كيف ما ديما الى عجبكم الفيديو ديالي، الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم، دعموني بلايك والاشتراك وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد.